يا اما ان انت مش متابع الاغاني والاعمال، وان اللي وقعك الوقعه دي مثلا الموزع، او ان انت كنت عارف واصريت ان انت تعمل الاغنيه بالشكل ده، بما انك هتقدر تتلاعب بالاغنيه او تتلاعب بال ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ خلاف كبير قوي طلع ما بين الفنان عمرو مصطفى والفنان رامي صبري بخصوص لحن اغنية خلاص. وطبعا الموضوع يضايق ايا كان مين صاحب الحق، بس اللي انا شايفه ان الفنان عمرو مصطفى هو اللي عمل الاغنية الاول واثبت الكلام ده. فكان رد رامي صبري عليه لان هو مش قادر يثبت ان هو مثلا صاحب اصل الاغنية او صاحب اصل التوزيع، عشان نبقى محددين اكتر، لان هو مش مشكلة في الالحان. فابتدى يرد من ناحية تانية اللي هو انا فاهم وانت مش فاهم، انا اللي دارس موسيقى وانت مش دارس موسيقى. فخلينا نقول حاجة. مشكلة الموضوع ده ايه؟ مشكلة ان من الاخر بيقولك ان الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. دلوقتي انت عملت الاغنية، سواء انت عملتها قبل او بعد، في حاجة من الحاجتين: يا اما ان انت مش متابع الاغاني والاعمال، وان اللي وقعك الوقعة دي مثلا الموزع هو مثلا اللي اقتبس الجملة في التوزيع من الفنان عمرو مصطفى وعملها لك بتغيير عشان يبقى اسمه هو كده غير، او ان انت كنت عارف واصريت ان انت تعمل الاغنية بالشكل ده، بما انك هتقدر تتلاعب بالاغنية او تتلاعب بالموسيقى نفسها، بحيث ان انت في الاخر تطلع ما فيش اي حق عليك. طب ليه يعني؟ هل هو من قلة الألحان أو من قلة التوزيعات أو كده؟ ليه الفكرة إن إحنا بنعمل تاتش كده ممكن ولو بنسبة 1% إن هو يعمل مشاكل ويوقع مثلا المعجبين في بعض، أو يبتدي يعمل شوشرة ملهاش أي لازمة في الأول والآخر؟ معلش يعني دي أغنية وكلها كام شهر ومحدش هيسمعها تاني. ده رأيي أنا الشخصي في موضوع الخلاف اللي حصل ده، إن هو ما كانش ليه لازمة لو الناس بس تابعت، او الناس ابتدت تبسط الموضوع بحيث ان هو ما يبقاش في الاخر ما يبقاش في الاخر موضوع كل واحد يعمل الاغنية اللي هو عايزها ويبتعد عن ده. خلاص يعني الالحان ما خلصتش ولا التوزيعات خلصت عشان نقرب من بعض كده في الاعمال ونبتدي بناء عليه يحصل خلافات. اتمنى المعلومات تكون عجبتكم، متنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي، وفي نفس الوقت تعمل لنا سبسكرايب وتتابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد يتابع الحلقات الجايه. شكرا.